بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم في ملعب السير. تحياتي لكل المتابعين. النهارده معانا جوله جديده من جولات المتعه والسحر والجمال في عالم كره القدم. النهارده هنتكلم عن مباراتين مهمين جدا 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 في الدوري الانجليزي، ولكن قبل ما نبتدي حلقتنا كله يفعل اشتراك على قناتنا على اليوتيوب وكله يفعل المتابعه لصفحتنا على الفيسبوك. نبتدي بالمباراه الاولى ونطير على ملعب الامارات، مباراه ارسنال الانجليزي وبرايتون في مواجهه قويه جدا. كل المتابعين بيسالونا والكل محتار يا ترى مين اللي هينتصر، برايتون اللي بيقدم مستويات قويه جدا في اول مباراتين في الدوري الانجليزي او ارسنال اللي طبعا هو الاكثر خبره. من خلال تحليلنا النهارده ان شاء الله نوضح لحضراتكم. برايتون حقق مفاجاه كبيره جدا في اول جولتين، استطاع ان هو يفوز على نادي ايفرتون وفاز على فريق نادي مانشستر يونايتد 2-1. الميزه في المباراتين ان المباراتين كان فيهم طابع مختلف عن الثاني. ايفرتون كان بيعتمد على التكتلات الدفاعيه الصلبه زي ما حضراتكم عارفين، لكن استطاع المدير الفني فابيان هوزلر حقق انتصار من خلال افرض شخصيه فريقه واسلوبه الخططي في الملعب. الحقيقه قدر ان هو يتعامل مع المباراه بشكل جيد، والميزه في المدير الفني فابيان هوزلر ان هو بيثبت تشكيلته. في المباراه الثانيه لما لعب امام نادي مانشستر يونايتد امام المدير الفني إيريك تين هاج، ويمكن دي كانت المفاجاه ان هو يحقق انتصار 2-1 على مدير فني المفروض ان هو اكثر منه خبره، وفي نفس الوقت مش الموسم الاول لتين هاج مع مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي، فكان متوقع ان مانشستر يونايتد يحسم المباراه. هنا تميز برايتون في الثلث الاخير هو اللي خلاه يحسم المباراه، وعلشان كده بنقول النهارده بقى الانتقال لمواجهه فريق نادي ارسنال، وده اللي انا منتظر من حضراتكم بقى دلوقتي تتابعوه معانا، ومهم جدا جدا نركز في الكلام اللي هنقوله دلوقتي. مواجهه فريق نادي ارسنال مستوى مختلف تماما لاول مره بالنسبه لبرايتون، وده تحدي قوي جدا للمدير الفني فابيان هوزلر. النهارده انت بتلاعب المدير الفني ارتيتا من المديرين الفنيين المتميزين جدا، وحافظ على مستوى الفريق وعلى شكله لاكثر من موسم، فبالتالي الامور مش هتكون سهله. عنده مستوى متميز جدا من العقليه الخططيه، وايضا الحقيقه من المديرين الفنيين اللي شخصيتهم قويه جدا، وبيقدر ان هو يفرض شخصيته على لاعيبته وبيقدر ان هو يسيطر عليهم. وفي نفس الوقت ودي صعبه جدا، فكره انك انت تفضل محفز اللعيبه على مستوى كل المباريات في الدوري الانجليزي ان هم بيلعبوا بنفس الحماس وبنفس الشغف وبنفس الطاقه، ده امر صعب جدا ومحتاج شخصيه متميزه، وده اللي احنا بنتكلم فيه، وهي ده عبقريه شخصيه المدير الفني ارتيتا، وده اللي هيحسم نتيجه المباراه لفريق نادي ارسنال بنسبه كبيره ان شاء الله. ارسنال عنده لعيبه متميزه جدا في الثلث الامامي، لو بنتكلم على ساكا، تروسارد لو هيلعب في خط الهجوم، مارتينيلي او اللاعب هافارد، بالنسبه لمنطقه وسط الملعب اوديجارد، ديكلان رايس، توماس بارتي، لعيبه متميزه جدا. النهارده فريق نادي برايتون هيواجه فريق قوي جدا في ان هو يعمل ضغط عالي عليه، فبالتالي ده تحدي وده اسلوب لعب مختلف خططي عن اول مباراتين، فبالتالي هنا التحدي وهنا المواجهه الصعبه. الفكره انه مش هيعمل عليك ضغط عالي بس، عنده اجنحه متميزه، عنده حلول من منطقه وسط الملعب، لعيبه بتصوب ولاعيبه بتقدر تعمل تمريرات خطيره جدا في العمق. انت هتقدر تتعامل وعندك الصلابه الدفاعيه اللي تقدر تتعامل بيها مع التميز الخططي ده. اللي انا بقوله لحضراتكم ان المباراه هتكون صعبه على فريق برايتون في النقطه دي، وهي دي علامه الاستفهام اللي فيها نتيجه المباراه، لانه فريق نادي برايتون من المواسم السابقه كان عنده مشكله ما حلهاش لحد دلوقتي، بيدخل فيه اهداف كتير جدا، ما عملش صفقات جديده في خط الدفاع ولا في منطقه وسط الملعب المدافع، بالتالي الامور هتكون صعبه جدا على فريق نادي برايتون. ولكن هجوميا فريق نادي برايتون هيكون شرس وهيكون خطر، ويمكن ده اللي هيخلي المباراه هتاخد طابع نديه الى حد ما. ولكن مين اللي هيكون اقرب للانتصار طبقا لتحليلنا اللي احنا وضحناه دلوقتي؟ طبعا بنرجح فريق نادي ارسنال. بالنسبه للمتابعين الفانتازي اللي هيسالوني يا ترى بقى ترشح لنا مين يا عمور، ادينا كده واحده حلويات بقى. معانا ساكا مهم جدا، معانا مارتينيلي، اوديجارد، ديكلان رايس، هافرت طبعا، وهافرت نحط عليه دايره كبيره برضه لانه متوقع انه يكون من نجوم الجوله، فبالتالي مباراه هتكون جميله جدا ومباراه كلنا هنستمتع بيها، وان شاء الله تكون مباراه قويه جدا.